الواقعة، خلينا بس بعيد شوية. الواقعة في أساسها شخص المجني عليه شخص نفسيته مهتزة، ضعيف من ناحية المناعة العصبية والنفسية، قام بالزواج من زيجة تانية غير زوجته اللي موجودة، اللي هي عشرة حياته، اللي هي كانت موجودة معاه في السعودية، اللي شاركته في أعماله، اللي نزلت عمل صيدلية خاصة بإقرار والدة المجني عليه على حسابها الخاص من فلوسها، وعملت صيدلية، والصيدلية دي اشتغلت فيها وحمت ابنها وصلت نفسها طيلة الفترة اللي كان موجود أو اللي كان متغيب، اللي كان فيه سفره بالسعودية. نفاجئ بأن أقاويل ومزاعم انتهت كلها بتدور حوالين عواطف أو علاقات عاطفية مزعومة مع المتهمة الأولى اللي هي رماء حمدي عبد العاطي، مرة على علاقة بفلان ومرة على علاقة بعلان، وكأنها متفرغة، سابت خلاص حياتها ومشاغلها وصيدلياتها اللي هي ناجحة فيها بإقرار حماتها، لنفاجئ بتبليغ من حماتها وأخت جوزها اللي هو المجني عليه، زوجها المجني عليه، بيتهموها ويتهموا أهليتها بأن تم القبض عليهم، اللي هم تم القبض عليهم بأن هو تسببوا في مقتله. اجتماع عائلي زي أي اجتماع لفض نزاع أسري، اللي موجودين كلهم أطباء. الدكتور حمدي المتهم الثاني ده استشاري رمد وراجل كبير في السن داخل على السبعينات، وعياله أو أولاده عمر وعلي، طالب في كلية الهندسة وطالب في الأسنان، والأولى صيدلانية، والمتبقيين الثالث والرابع السادس والسابع طلبة في هندسة وطلبة في طب. يعني أي عقل ومنطق يقبل إن طلبة طب وناس مجتهدة واستشاري رمد عنده 78 سنة، عنده 68 سنة، مفيش واحد فيهم عنده سابقة مرورية أو سابقة مماثلة أو واقعة تعدي أو جنحة بلطجة أو جنحة تعدي حتى بالحد الأدنى منها، نفاجئ بأن هؤلاء متهمين في واقعة على حسب الزعم قتل مع سبق الإصابة والترصد زي ما بيدعي البعض. دي أكاذيب، والواقعة خدت أكتر من حجمها. ايه اللي حصل؟ ده نزاع أسري. ايه اللي حصل؟ اللي حصل إن كان في مجلس عائلي، وإن الحما وزي ما البواب وحارس العقار شاهد بأن الخلافات الأسرية حماه بيجي يخلصها وبينهي هذه النزاعات الأسرية الطبيعية بسبب مصروف البيت، بسبب ان هي مش عايزه تسافر معاه، بسبب ان اختلفوا على ماده معينه او نظام معين في البيت، شأن اي بيت مصري. لما يحصل نزاع ويتولد النزاع او يتصاعد بسبب ان هو اتجوز واحده تانية واتجوز واحده تانية في خلسه او خفيه، ده ارادته، شأنه شأن اي حد تاني. لكن ان هو يعترض على تطليق المتهمه الاولى زوجته ويفرطها ويجبرها ويكرهها كرها على الاستمرار في تلك الزيجه، رغم اعتراضها على انها غير، يا اما هي مرتبطه، هو ارتبط بزيجه تانية، يا اما ينفصل عنها يا اما يكمل هذه الزيجه. تمام؟ مع شريطه ان هو يطلق بناء مراته. على ما جاء في اوراق القضيه ان احد المتهمين على علاقه آثمه بالمتهمه الاولى تم اثباته وتم اثباته، فهل يحضر من هو على علاقه آثمه بزوجه في مجلس عائلي؟ استاذن سيادتك اسمه محمد عصام. محمد عصام. سئلت المتهمه في التحقيقات عن وجود العلاقه دي، قالت التحريات اثبتت ذلك. التحريات دي داله مش دليل، ومعروفه ان التحريات عباره عن داله. قال راي شخصي لمجري التحري اللي هو الظابط بيخضع لاحتمالات الخطا والصواب، زي ما المحاكم المصريه بتقول كده. المحادثات كم من القضايا افتنى واستند وارتكز على التحريات، وفي الاخر تكذبت هذه التحريات بحكم قضائي ناصع بات قال ان التحريات دي كلها كاذبه. المحادثات موجوده، لا توجد اي محادثات فيما بين المتهمه الاولى واي حد مننا غير سوى محادثه واحده مع من يدعى شخص يدعى محمود سائق اوبر. هو المحادثه عباره عن خلاف على سلسله فضه من عدد من الجرامات، يا اما هي ترجع له السلسله ده اللي هو شاريها، يا اما وله محل صاغه رسالة ويعمل في محل صاغه. رساله المتهمه مع الام
صوروه وهو هو رساله المتهمه مع الام. هو ربنا بيقول لك ايه؟ ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. حلو. لو قال لا تقربوا الصلاه ومن غير ما يكمل العباره تصح. ويل للمصلين. لو ما قالش ايه؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. رساله الام، انتوا قلتوا التحريات ورجعتوا للتحريات اللي هي قالت وكذبت دور الام في هذا الشأن. ليس ذلك بحسب. معايا محادثات هقدمها للمحكمه، عباره عن محادثات طيله اسبوعين منقضيه منصرمه قبيل الرساله دي، بتدور حول تعزيز ونصح الام لابنتها، بتعزيز علاقتها بزوجها ومراعاته وتلبيه احتياجاته ومتطلباته ومتطلبات الابن يونس البالغ من العمر 5 سنوات. لما نلاقوا الرسائل دي كلها واقتبس واختلس واستنسخ واجتزئ منها جزء بسيط، مش جزء، دقالة صغيرة واحدة بس عشان ادلل ان الام دي لها دور، يبقى ده امر شائن غير صحيح. من تقدم بتلك الرسالة موصوم بالعار الى يوم الدين. بناء عليه ليه؟ ما تمش حجز لأنه الام. ترتب عليه صدع في عيلة وترتب عليه هذا الامر. السؤال الجوهري عشان نختم اللقاء، لماذا اقدم المجني عليه على الوفاة؟ اقدم على الوفاة. على الوفاة انتحار. يعني ايه وفاة يعني؟ الانتحار، وفاة نفسه. يعني ان هو موت نفسه، انتحر. وفاة نفسه ازاي؟ انتحر. انتحر هو؟ هو حضرتك هو ما تمش اثبات لحظة بس. الى الان لم يتم اثبات. لحظة. هل تم اثبات الانتحار؟ التقرير الطبي الشرعي لم يجزم اثبت انه انتحر. لم يجزم انه انتحر. لا وشهادة اثبت ان شهادة الابن هناك ممكن نسمع. اثبت ان هناك سقوط عرضي وسقوط سببي وسقوط انتحاري، ورجع مرد الحاله اللي موجوده اللي احنا بصددها الى انها تدور ما بين السقوط العرضي وسقوط الانتحار. ده موجود في التحقيقات وثابت، وممكن حضراتكم تطلعوا عليه. هو عمل كده ايه السبب؟ هل الضغوط النفسيه والعصبيه اللي كانت موجوده عليه، بص، او الشخص الطبيعي لمجرد خلاف عائلي، هناك عشرات الحلول البديله، ودلاله كده ان هو كان لابس ترنج اول ما هم جم، ولما توفى وسقط من البلكونه كان لابس هدومه كامله، ملابسه كامله، فيها حافظه نقوده، فيها 2 كارت فيزا، فيها كارت خاص ببنك الربح في السعوديه، فيها مبلغ دولاري، وفيها مبلغ ريالات، وفيها مبلغ مالي، وفيها سلسله مفاتيحه، وفيها ساعه يده، بيدل على انه كان كامل التصرف. فضلا يضاف الى ذلك لما حادث زوجته واتكلم مع زوجته الثانيه على نصب وسمع وبصر الزوجة الأولى وأهليتها، سمحوا له إن هو قاعد يتكلم وفقا للمحادثات 6 دقايق ونص، 4 دقايق ونص، وعدد من الفترات الزمنية اللي بتقطع بأنه كان كامل الحرية. ما كانش مجبر على شيء. طب حضرتك بتقول كامل الحرية وما كانش مجبر. عشان الأمن بس إيه؟ عشان الأمن بس، عشان الأمن. نكمل مرة ثانية. شكرا.